السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده. اليوم غنقدم لكم دجاج مشرمل وبطاطا حتى هي من السما وداخله الفران بطريقه زوينه وما عاديش ندموا الا جربتوها. كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم كباقي الوصفات اللي كنقدم لكم. كتجي رائعه وصحيه ومكوناتها بساط وساهلين ومتواجدين في اي بيت، ولو مع غلاء الاسعار الله يصوب للجميع يا رب. كيف قلت لكم، الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس والاشتراك، مع تعليقكم نصائحكم وحتى انتقاداتكم مرحبا بها. كنتمنى كيف قلت هذا الصحن ينال الاعجاب ديالكم. كيجي رائع وزوين وصحي. بالنسبه للدجاج ندوزو على بركه الله. كناخذ كميه ديال الدجاج على قد الناس اللي نتي متواجدين عندك في الدار. كيكون مغسول ومنقي كيف العاده. شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، خرقوم، الزعتر، الضامه وشويه ديال الهيل. هادو هما المقادير اللي محتاجينهم. شويه ديال السمن، دائما كتكون على حساب الذوق. عندنا شويه الحامض مصير كنكونوا دايرينو. شويه ديال المطارد، كيف قلنا مع شويه ديال السكر اشقر او السكر البني. اللي متوفرش عنده يعمل غير سنيده عاديه. الصوجه معلقه، وعملت حتى معلقه ديال الكيتشوب دانون مسوس. ممكن الطريقه ديريها ليله كامله، ولا ما درتيهاش في الليل ممكن تخليها ساعتين او 3 مرقد. كيما كترقد الدجاج كيجي رائع وزوين. كتدخل ديك العطريه شويه ديال الزبده، كتدخل فيه ديك العطريه ملي كيبات. شويه هذاك بالنسبه للزعتر، كاين فيه الزعتر واليازير واعشاب منسمه اخرى، وشويه ديال الهريسه. انا كنتوفر عندي هاد الخضره، ممكن ديري الحمراء ولا اي حار عندك. شويه ديال الملح تفادين باش ما تملحش، حيت كاع المكونات فيهم الملح. الصوجه، المطاغد، السمن، الحامض مصير. دابا غادي نرقدو داك نماريو داك الدجاج في ديك التوابل ونخليوه يرتاح كيف قلت لكم. نغطيوه ونخليوه يرتاح كيف قلنا ليله كامله اولا 3 سوايع. ندوزو البطاطا. شدينا هذا الحجم ديال البطاطا كيكون صغير، قطعناه وغنعملوه يتسلق نص سلقه. شويه ديال الملحه والماء اللي غادي يسلق ليا البطاطا ديالي. ودائما الكميه كيف قلت لكم تكون على حسب الاشخاص اللي متواجدين عندك في الدار. عفوا. كيف قلنا نسلقوها غير نص سلقه، نحطوها في البوطه تسلق، ومن بعد غادي تشوفوها المنسمات اللي غادي نديرو فيها. كتجي رائعه وزوينه ما غاديش ندموا. شويه ديال الخل. دابا غنسدو على الكوكوط غنعملوها طيب، وغندوزو للدجاج غنعملوه حتى هويا في طاوه ونديروه في الفران. نخليوه غادي نخليوه يطيب. نسيت ما غطيتو بالبابي، وعاد باش درتو كيف قلنا شويه ديال العشا منسمه، تحميره، سكينجبير، شويه ديال البزار وشويه ديال السودانيه. هاد الاعشاب فيها زعتر، فيها الحبق، فيها فليو، فيها اليازير. صافي وغادي نديرهم فيها كيف قلنا من بعد ما تسلقات وصفيناها. دابا غادي نعملو فيها شويه ديال الزيت
شويه ديال زيت العود، وغادي نبداو نخلطوا دوك المكونات باش يدخلوا في البطاطا ديالنا، ونخليوها حتى هي تقريبا شويه عاد باش نعملها في الطاوه وندخلها للفران كيف عيبان لكم. وغنزيد على شويه ديال الفرماج. الفرماج دائما كيبقى اختياري، الفرماج كيجيبها زوينه. هي دابا كتبان لك كتشهي قبل ما تدخلها للفران. الفران ماشي بزاف، كيكون سخون على درجه حراره. كنديروا بابي كويسون وكنستفوا البطاطا ديالنا وندخلوها الفران بالصحه والراحه. نحاولوا نهزوا داك الفرماج اللي كيكون مع دوك الاعشاب في البطاطا ديالنا باش تطلق ديك النسمه وكيتحمر من فوقها. كنبقاو نستفوا البطاطا ديالنا تنكملوا، ومن بعد كيف قلت لكم غادي ندخلوهم للفران. كتجي رائعه وزوينه، يبغيوها الصغار والكبار. هاد الطريقه كتجي لذيذه وصحيه 100% احسن من القلي. وعمليه دغيا كتوجد. كنهز داك الفرماج اللي بقاو مع داك شويه ديال الزعتر وداك التوابل وكنحطهم فوق البطاطا ديالي باش حتى حاجه ما كتضيع. دابا غندخلهم للفران يتحمروا ونخرجوهم. دابا بعد ما خرجوا سخونه خرجناها كتجي رائعه. غادي نحيدهم وغادي تشوفوا كيفاش الشكل ديالها بقى سخونه. هنايا كتجي روعه كيف قلت لكم. ومن بعد غادي تشوفوه هو والدجاج في صحن التقديم وبصحه وراحه ان شاء الله. بعد ما الدجاج ديالنا حتى هويا وجد، هو هذا كيجي محمر ومعلل كديك المريقه معصره. هذا هو صحن التقديم. درت واحد الصوص ان شاء الله تنقدم نشاركها معكم. بالنسبه للتقديم دائما كيبقى حسب الذوق اختياري. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس. ورمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر. في امان الله ورعايته. تسناو فيديو جديد مع شهيوات حنان حفيظ. تهلاو في ريوسكم، في صحتكم وفي عائلاتكم. مع السلامه.